تسلم ربي في اللون بركة ديدنا تكليت يضني أغواسا تدمسا أنت مازيرتين وقت كراوت نغصاد يرزم أسداوين فو السرول التهريب يان غا توري وين هاد الأنشطة يباهرا يمرشنا غت مازيرتنا إما غا دكيسي واجب فتوك تأيس قصيتنا المسايل همانين مياد ولاني غمي زوارني عدلا دنقا يرمنا وطن همانين إقراد يلكم واتيقا نسيعة التهريب اتسيزان غوص بقواسن 2011 مايوتين 705 مليون درهم أكزوما بهرا قيس يتونس 56.5% تيزا غتسقان الزمر قبل الشمال الشرقي لكمت تغاوسي وين المخ الديرات يتيامازن غوص بقواسن 2011 مايوتين 21 طن لكمنا دارن البروسيات التفكانين سلمسيب تاع التهريب غوص بقواسن 2011 ما يقدان 321 مليون درهم غمي زوارنا نتقراوتا نغصاد رديتونا نزر منا سورس غدرن غيلا والسرول التهريب غصاد نزر البلايص غادي تشكا دمانك استتحارب اللي دار الديوانه ماني مسنا سلماغ الدوله غصاد التهريب غيماون تمازيرتا دوغنس الاسواق الغصاد يسنف عاد سرتيت سنخدم غير المحاربه التهريب نغدكوت نتا سو كونسولت موكريسين ما منك سيد الرا والسرولة تمازير تغوسوير انت دمسا دوين وامون دمانا سماق الجديدة ديتي ويلي داران الديوانا غير محاربة انتم كريستاد اما اكزوما ويسين انت قراوتا نغصاد ركي سنزر من الاسباب ديوين اللي غسلان مدنادا انا ودا نتوري غيقوت والسهرش د الخطر ما انت غراسين ديتي وي الدولة سرسنت تال غلقيمة نسلي عن غمليد انت ديك كانت تهريب ما تسكر الدولة غصادا سرستا فايم نخدم لين التهريب ما يوفن ماد سلان سرساتي كان تدرت نسنا تسبوغ لوتي ميزار نسن يحضر دين غصد أمبكي وأمزوارو كماتن كولونيل ماجور الصافي مولاي عبد السلام الزغ المديرية الديوانة مديرية الجرائم والضرائب غير المباشرة السي الصافي مرحبا بك برك دارنا بارك الله فيك كنشكركم على هذه الاستضافة كسنا نمرو نكوني السي الصافي غم زواره استاذ السي عبد السلام لان مجموعه من الارقام دي سبيان الوضعيه دا سوير غدا غير التهريب دا غير السر والغصاد تمازيرتنا الارقام هذا التنين نقارن اسبكوس 2012 ثلاث شهور كي زوارني 3 شهور زوارين 2011 تلاقينا الزياده هي الارتفاع ان التهريب غمبس تمازيرتنا السمني ما جلس بالنسبه ما ديول الزيادات اولا لان محاربه التهريب لا تعتمد خصنا الاستراتيجيات الاستراتيجيه عامه الى استراتيجيه خاصه الميدان لان اولا النسبه البطاله ترتفع لا تفهم امشى النساء هو التهريب التهريب سيشهر دونك اذا التهريب اذا الادارات تواجه التهريب الميدان تواجه المدينه الزياده لان الا ما كانش مشوري اللي خدمت ورتيلي السيزي ورتيلي خصوصا فيما يتعلق بالمخدرات ما يقال التهريب يا استاذ ما التهريب ضد السر ما تيقان بالضبط التهريب هو شرح نصي للقانون وهو التوجيه الثلاث برا مثلا تتسوف مثلا المكتب الجمركي هذه الصرحه التي تسوف غتجي الحدود المره هذا التهريب ديك الشمخ برا القانون برا القانون ما ربما ثويتش الباطو غير الجنب تاع التخقود بلا تدخل جمارك ما ربما تدخل جمارك السلعه تنسوري تصريح تيجيشهم مشان ماشي مشان السلعات خدت يدا مشان الغش تحاول تسجم شان الصندوق شان هذا السعد مشان ينكشف السي الصافي ولا كني ايمانين عزانين رنفتو غيلاد انظر ينتحقق لي تسكرن غيد غارن غدان بهرا يمرش التهريب انظر قيس ما منك اسا يتحارب ورقاز الديوانه ما منك اسا يتحارب غصاد السرول غلب لايسنس
يغول السروال ينس ميكلي تدمسات نامور تأديت موكريس تخاطرت غوشيغان ناقراو نتغليس نورغين أتسبدن ديكي ناقراو الجماريك تسكا تمزوروت نديت بدن دات نو السروال دغ السوجد نتيم زازاتين ندات كانت تروبايات السمتايين دوب زوارو نسن أسر داس نوفلا المسعودي يكونوا معلومين بشي إخبارية ولا شي حاجة نشوفوا الديتاشمون ديالنا شحال ديال الأفراد ديالها وكيكون ان شاف ديتاشمون ثاني تناخذوا لي زارم ديالنا وتناخذوا السيارات المصلحه وتنتكلوا عليها. السوجد ديت سيتي ميتار نومن غي نايلانك تمنط ويناغ سنن ميدي كان او تاس دوياد يوجتنا تفكن تيندي او السوجد سوفستي هذا لورد سيرفيس كيكون كونفيدونسيال تيخلي لنا رئيس الزمره هنايا باش تناخذوا تنفتحوا انا كرئيس فرقه باش نتجه النقطه اللي معينه لهنا لانك تكون سريه ما كيعرف حتى شي واحد. وانا وانتو اريدوا في ستينة دات سطور دات تجيد باب الجمارك ادم مزليني بردان نوب دي دات نمسرول دات سكرنا افرض المفاجأة نيكج من قتوري اشكو يا بدي دات نسرول داتو غيفي سوارنا ان مقدان دي سوير نمسرول دونك نتنوع يجوا مرة البراج يجوا مرة نتنوفا مودي مشان يجوا مرة نوفا كيجي البراج كيجي الجهات باش صحاب ترابندو تكنشا السنية دا حمار جهة النونيت دونك دوا العمل يوميا غنقطع طرق مختلفة غنقطع جديد غنقطع وسائل مختلفة. نداد الرائد بني عيش عبد الجليل سيان وضغار نبداي نغد البراج نيتو سكار هي تنقيد زدية بريدة جدان ان غير سبت طنجة يعني قريب برداني جدان النسر والإطامنة نرباط تدرتم دالت الطياد. بالنسبة للبراج كيجنو مشان يدي جا الأمن يدي جا الرؤية الواضحة ويتشكل بوشان الخطر لا بالنسبة للديوانيين ولا بالنسبة لمستعملي الطريق. السوجد نضغر تمديت كواس تسيان وناو يبينين ورديت راريم سرولنا امزن دي سيجا سرول ايزل ديت حيال ادوري درك تمديت يبينين اشكو غرسيان وسطاس نغماس اخثر مكاتم ديت تجاي نضغر ديت طردك سم سرول امزن والدغ يانو سباب اداد سكوكا دير دي سرول يانو نشت نعمان كميات 40,000 ريال كل شيء 40,000 هذه وهذه ايه انا بزاف هذيك ها انا جيت من اكادير جيت من اكادير باش تجي ترابندو غير بلاد لا الحلوه اللي كاين السلعه ديال المغرب وفرشها واش كاين غير السلعه ديال ترابندو اللي غتفرش الشباب هذه دابا من الشينوا غير كيجيبوها من الدار البيضاء وكنشريوها حنا منها واش سير الدار البيضاء وشريها يكون عندنا ما ننسوش انا كاع حنا الله يرحم الوالدين وكنشوفوا فينا دابا تنقولوا عندك سلعه خصنا تكون لا فاكتور ديالها باش نعرفوا بانه هذه السلعه راه قانونيه. حنا دابا كنشريو الناس غير تما تفيتفا 20 بياسه هذه 30 بياسه غادي ما اللي باع لك تفيتفا ولا باع لك كبير ولا صغير والله يعطيك لا فاكتور ديالك وتمشي مهني. اما في هذه الحاله هذه غنكونوا مضطرين باش ناخذوا هذا الشيء. الله يرحم الوالدين والدي الشيخ الله يرحم الوالدين حنا معنا ما عندنا شي حاجه كبيره. دا استعمال امسرولنا امزان يمسن نسوتي ام تمغورين تمزانين وسوتين ينشتاني مزان ندات توين سكباب سبتا اسور سن انا مان ديت تجيد باب الجمارك دات عمل ديت سن سيان وناو امزلاي تقريبا كميات صغيره كميات تماجن المبلغ مزيان خدمة 1000 درهم 2000 درهم. الشيء المهم اللي كان غيتهمل هو التهريب الإمغال التهريب الاحترافي تهريب الشكلات تهريب معيشي مواطنين ديزن وضعية اجتماعية هشة نتعامل كيسنزيج نوع من الليونات. أصل الأربعة تسعت بالداغي في أوزقن يض السوجد سيان وناو يضنين اكتم نهلا الجمارك كتطوان تسوريفين وكان السوجد ايتم دايت سوفستي ايات تم دايت تاوي الخطورة النس ايانو قراوة روداد الرائد محمد الزويري افدت نيفك تسوري في دقيقة أتطفورن لو كونتربوندي اي دقيقة هذيك يقدر يدير دور يلو سونس انتردي يلو سونس انفيرس زيد دور نخنكني كرجال مراقبه يخص ان نحموا الحمايه سيدنا مستعمل الطريق العادي غير الحامل لمواد التهريب.
يوضي الجمارك تطوان ينون غميس ديتيني مستلايا تمغوري توسي فاريس تسرول غواداداد دار كلين يدباب الجمارك دوز مز افادقنا صدرو ينوض غار نتام دايت كيانو بريد ناغتكن غير نطم يوس الدوريان يول كامين قبريد الخميس نجرى مولانا مز السيارة تدخ نقلن لا عمرن سلاح مولانا كان تيكال داز دنيت باب الجمارك يض دواس اكتوري وين تي خثارين دايت السنيض سين وناو النيمتين ام دايسو فستين يغان تسقلالت نيانو نغميس غيفيانو نشتي اتيا سيسيات تنظم غرابيت ديات تم دايت يضنين ما كايش قوقار غيف وين واس الورج يضيع شويه لان بنادم قيد تلاس دايما تنمي يمشي لا تلي على الاحتياطات لا تلي ديال الكونترول لا غرس تلي الكوفرتور غرس دي بلان دتفان وين شي قال المخاطر كتمداين يض اشكوي مسرولنا غيدا تكن كل شي فدقن تنستانت اولزاز نسن دوياد ما دايت تجان ورر البال الاف امزواروك تم دايت نيض العمليات بدات اثر معلومه انفورماسيون تاع دغ السيرفيس الداخل الاخباريه بان دات فغزيل جهه المفنده قد كي غرمانه دخل الخميس نجرى باش تدور الطريق الوطنيه رقم 2 تنز غالبا تدور الغرب على حسب الاخباريه التوسكار تم دايت دو قل اخثار دات تعليمات نومشتك يلا سرح الناس يديروا دوز ماشي لا عندك هو الدوجي خرج من الطريق خرج من الطريق هيا جاي عندك عندك سكريت عندك سيركيلاسيون حدود تما السيف هاو الهدف هو عندنا مكروه السيف اللي كان ضران امسرولن اكتم دايت وجان تمغوري ذرولن دوانا واد تمغورين التزور افدورات جنتيميتار نقدو سنت غوطفر نسن غوسرول هو تخلى تهداد ديوانيه باش يديروا بالسلاسل لا تهداد يقدر تيوت نقلب هذا غير يعني غير مراقبه إلافن ديس الليون دوطون تمغوري تزورن أجزو من يلو من غيكي بردان نزل المدن تقلتيت دوغ مدن نس امسرولن ضاد فورني بردان مزلين أفادي زيلنت تويري وين نسرول شخص ديالنا مسناو هنا هو كاين لا ولكن لا ولكن مضروب غالبا البلاكيات خدنا في التين شان الطوبيس شان التراكتور شان الحاش النوري المين كدور تسيمو ميديا لا ما يمكنش هي خدت خيط الخطوره التهريب يسلل تدو 90% نغد 95% اللي تدون في السيارات مقاتله سيارات ورغوص الثورقين تزيل توري الوحدة تسمتيت تطوال قد سمتيني فاريس نتسرولن اودغار الشعبة افد فكون تفريكي نزرد الناس نموتي اسطنجة ينون نغميس يضنين ديات دايت يضنين توري تخاترت اك غوث قسد تكون اكبر عمليه في هذه السنه ان شاء الله يمكن عمليه مغار يجينا عمليه نوعيه ماشي نروح عكراش لان غنغ مشكل باش ندخل ديال الاوتوروت كنا خصها تسنى بانه القانون المدونه نسير في مناح ديوانيين باش تدخل ندير الاوتوروت دونك اون ايتي اوبليجي باش نعقل المنطقه ني باش ندخل نوثا تقريبا 500 كيلومتر الي روتور باش نكيجنا عمليه الشكل
ورديت جاي صدوف الجماركة خجمن بردان إيرودادن دويات ديت جات فورين وطفرن الغميس ذات شقو دموتين سيسوتول نرباط إيقاع كراش أفاد سكرن يتم ديت السرسن فوز غير 400 مليون سنتيم نفارسن دسنات تمغورين سيقوانا والمرسيدس تيخاتارين نحسب السرعة نحسب دونك الإخوان ما راح من سرعتها كل حاجه نتقيد وحدات نخضع لعدد الناس انا مي غنكمل نقل نحضر المعنويه كل شيء ومن بعد هناك المصلحه المختصه ديال المتابعه القضائيه. أوطون أخثار نعبان تسرولن سكباب سبتة ذكانت قد تسكجمنت إيقد زان تدارت تملالت دتاغولن إطمورا نقمودن آسيا أم الصين ذكوريا نفوس التهريب اساسا يتيري ديال النواحي سبته النواحي سبته الفنيده قصر الصغير لاني يتجمع يعني الكونترابونديستا السرعات الوينات ومن بعد من عابرين باش يلتحق المناطق المغرب. النورزم المغرب غي فكرة نتسقيوين نسرول وفوس دوغمود ديز المضى أغمضان دوياد دي تجات من هلال الجماريك دير قاين دا الطوض إوطون إخاثارن كتيرة 2010 2011 ديال 2011 مثلا نلقى ديال المنطقة الشمال الغربي نلقى 16 مليار سنتيم السراع تما يمنع الديوانيين ديوانيين ونشوى السوير خشات تما السراع يمنع عندنا الاجهزه النغنيه الدرك الملكي الامن الوطني السوارغ مع السرعات يمنع الجمركيين نلقى تقريبا 16 مليار سنتيم ديال 2011 نلقى تقريبا 13 مليار سنتيم. يويا سورس إما سلاين نيس المغرب كي سوكاس النازرين إيولو ينسرول دوطون نسطو تمن هلال الجمارك عايدن صدارت ولوياد إسن تسرول كلوت لومار النايزيل. التهريب بقى مشكل اجتماعي بقى ظاهرة اجتماعية. التهريب بقى إخساء الحل الناس ماشي يكفوس الديوانة وحدها الديوانة تقل مجهود الناس الإمكانية تغاص. يا غول أسرول يعني لاث غرسنات نتسقيوين سكت سقا ديت بالدغي في منتيل إنامان سكت سقا يضنين ديت كا غيف توسكي وتدمسان تإهرشن تقا أسمي قل نقلو قل نيبارزن يضنين. حسبتن تكريت يضنين غمزوارو السي الصفي نتشكر ركاز الديوانه فالمجهود ناس اللي يسكر تاري تخطر ستودرت ناس اللي تخطر صحة ناس باش اي حرب التهريب غماس نتسقيونا غدا بهرة يمرش التهريب السي الصفي ارغى الصاد البلايص اللي غدا غير التهريب غندرا المنطقة نسبتها المديرية المحتلتين غندرا الجزائر غندرا الصحراء المناطق قد انشطبها رقيس التهريب رقيس الا قيس التهريب الاحترافي أرغى الصاد نقمي التنحيد نقمي أي سنة سفار اللي ردتو ياج بهرة أينش سمباس نشكرا سنوني غماس الريبورتاج التهريب هذا الاحترافي من يديك كما التجان اللي غيتزايد ريت نتعاش الطريقة هذه. اولا بالنسبه للمناطق التهريب من جديد كالتهريب مثلا خصنا نديمين دين تستعمر صبليون هي سبتها مليليا مناطق مشان التقليديين التهريب اللي معروفين هي مناطق الشمال غناخذ المنطقه الشرقيه كالجزائر. اولا بالنسبه للتهريبه لا يتك في المناطق نتكلم بزاف تدونا التعاذن غرسبتها دمليليه يوميا شالا شي تينا ودي راه الا التهريب دي سمعاشي شالا دي تاوي شان الشكلاط شان الروز الى اخره ولكن الا التهريب الاحترافي اسنتيني نكونين التهريب من النمل لان بلا ما يتدو لا تقسم من السلات التاسين حمال لان لا تمطوط والغرس والو ولكن لا تيلي التفيراس الا مهربه مقران ورجي تبان لان السلعه تتقسم مثلا ملي اللي ياخذ سبته مهربه مقران انت سوقيون صار داعي يحرك المهربين اللي مزينين اللي يتنفذ
لان لا السويد لا تاني دا ودي لا تكشي شويه الاجتماع ما ربما تمطط قرشه ما زي غاتعيش ما لان هذا غلط. ولكن ايش قنص لي لان اللي يستفاد عندنا بين السياسه الدوله تقريبا زي 2003 وهو تصدر الرسوم الديوانه. لان ماشي التنايد لان لا خطر المهربين لا خطر لا خمدن الديوانه لا خطر لا خونا يستعمل لي بردان الزجر يخفن سوري كفي. لان المشكل الزجر يخفن سوري يكفي. الناس الدوله تخفض الرسوم الجمركيه هي الشراكه الاتحاد الاوروبي الشراكه الولايات المتحده الامريكيه تركيا التميزاريه تسكر التبادل الحر الدول العربيه الاتحاد المغرب العربي وزياده على الاتفاقيه الثنائيه ديال لنا كالدول. غصة الجمارك البهرة تركز حماس نتوريس حنا خدمت في المخبرين غصة مش خدمت ماس المخبرين غصة يزيد المخبر غماس السياسه الجديد توجدت اداره الجمارك المخبر يسول يصلح فعلا يصدر يسكر الدور غادي خصها نقلب سيماس الوسائل الضني سيماس السنيه الضني لان حتى ركز الجمارك الصافي حتى انت تفضح المخبرين اللي تتابعان زغدار العصابات مقرنين التهريب. ممكن المخبر هذا يخدم غير وغني للاشكالات داروا لنا السي الصافي اخباريه وهو من وسائل الاستراتيجيه الاداره لان دي غشي الاخباريه كتمشي قاصد المعني بالامر لان غنخ المشكل الوسائل الماديه غنخ المشكل الوسائل البشريه. اذا باش تعوض النقصه خصها تعوض في المخبرين والمخبرين راه كيتعوضوا من طرف الاداره وكنعوضوهم والمسؤوليه اللي نخدم قرانت خصها نحافظ السريه للمخبر. هذا من جهه التعامل خصها تستعمل السريه النص وفي 90 حد لان ولا تلي الحياه تصير خطر. وثانيا المخبر خصها يستعمل سيش الطريقه ما ربما هذا شوش الخبر غلط. دونك اذا خصيش التحليل هذا شوش الخبر خصهاش تحلل تيسين فعلا صحيح ولا ما صحيحش. ومن الواجب رياضه الديوانه التحمان سدير بمعنى والتيسين اقول لازم التيسين خاص يكون التيسين خاص لنا كيتعامل لا غير. السي الصافي سقسينو يزد الاداره الجمارك خاصه سماوري الجنس البشريه سيد غازي درسلاني يصدر اضغطين المنافذ ديال البلايص غادي كتهريب غماس نتمازير ثلاثه نغ الصحراء هذيك سي تاش كتهريب سي الشكل ديال التويل ثلاثه ناح الجزائر ثلاثه ناس بتاهم ليليه ندير ناح البلايص يضني يصدر نكوني نحدوا التهريبات نراقب البلايصات. اولا نكونين لا كل شيء المناطق نتواجد ديس تنظيم النخ الجمارك لان تقسم الجهات تقريبا 8 الجهات الجمركيه يعني كل شيء المملكه. ولكن التهريب ماشي خاص حقيقه الا النقص الموارد البشريه نقص الموارد الماديه الوسائل اللي نستعمل في التهريب. ولكن التهريب ماشي خاص وين الجمرك. التهريب راه قضيه وطنيه لان الحمد لله الا التعاون الا التنسيق بين جميع المصالح خصوصا الدرك الملكي الامن الوطني القوات المسلحه الملكيه القوات البحريه الملكيه القوات المساعده والسلطات المحليه. اذا هذا الحمد لله هذا السلطات العموميه كلها كيهمها المحاربه التهريب. كل اصدار تسكرن توري اللي سكروا الغاز الجمارك. وي هذا لان بالقانون بان حتى هما من محرري المحاضر بالنسبه للدرك والامن الوطني والسلطات المحليه. اما استاذ الاشكال التجدادين الجديد التهريب المهربين ارتبطك الانواع الجديده من كاسات التهراب الا ما يشتان الكوكايين مثلا المخدرات هات نشتا ريزريغ الطياره الا انه يضني اللي يحبون الحشيش مثلا المخدرات مثلا السيارات
الانواع ديال الابتكار الاضرار الجمارك غصات يستواكب التطورات نغوت حتى نتني باش تصدر بس الاليات اللي دارت لانين سواء وسنح يمس اللي داروا لانين ادواك من التطورات اللي مثلا التهريب المواكبه مدنا ولا اريازنا الديوانه لنتعلم دائما زي المهرب، لان المهرب دائما يتقلب في الوسائل تفادي خفاء السلعات الناس تفاديات، ولكن فنواكب تطور التهريب لازم نتواكب في التكوين الوسائل، التكوين والوسائل الماديه والوسائل القانونيه، لان قبل ما كانش قبل 2000 ورغنخ الحق نقلب السيد يسيتاسي الشراء يديس الناس خد كسر مع الناس الى اخره، الوسائل القانونيه اذا عندنا الحق. النقطه الثانيه التكوين، وهو ما يسمى تحليل المخاطر، بان الانتسين بان اما المخاطر الحديد اي الطوموبيل ما الجهازين زيت الدا، واما النوع الشخص اش منحرفه عن الشخص، واما شحال السفريات جار المغرب للخارج غسي لا شال الهدف في السفر ما دور غسيلي، اذا هذا هو ما يسمى بتحليل المخاطر. اذا ادي قيم زات الشيء تزري الطوموبيل البراج خد يزري شان المسافر غير شي المطار، لان التهريب ولي السوار خاص الحدود خارج الحدود الجزائر خد السبت هاد المليليه راه يقدر غنخ حالات سميتو المطارات غنخي المواني غنخي الحدود البريه غوس الاسواق يترقبوا الجمارك خاصه غوس الاسواق ما كسني الزان الجمارك تعتمد على الإخبارية، الديثري الإخبارية موجودة ومتيقنين منها ندخلوا في جميع التراب الوطني، هذا حق. وشيخ اما كندخلوا بطرق وعندنا مسطره قانونيه باش كندخلوا، اما كندخلوا كجمارك بوحدها، واما كندخلوا بمساعدات الامن الوطني ولا الدرك الملكي، كندخلوا هنا توجور تحت اشراف النيابه العامه اذا كان تفتيش المنازل ولا تفتيش الاداره الجمارك خاصها يستخدم سيوانه الجديد التكنولوجيا باش تحيد مجموعه من تحيد العنصر التدخل العنصر البشري بس نتوري تسكاب يستخدم يمس الجديد من التكنولوجيا غصتها الاداره. هذا هو راه النقاش قبل الا تحليل المخاطر. التحليل المخاطر وهو الذي تعتمد لا التكنولوجيا نعتمد في المسائل التجاريه. في المسائل التجاريه غنخ الوسائل التكنولوجيا زكوسه تدفع التصريح للجمرك لا تدفع عن طريق الانترنت الا غنخلو سيستيم لو سيستيم بادر. هذا لو سيستيم المتعامل الاقتصادي والثاني يلقاه ولكن النظام المعلوماتي النخلي تحليل المخاطر التي تيني احباس راه السلعه تداز قلت مازالت الخطر خد الشركه اللي تديوين راه الشركه الخطر خد المهم لا تريد العنصر الخطر الا غنخ المعلومات الشبكه المعلومات انت تشكل حتى المفتش اللي غيزري السلعه راه ما كيدخلش العنصر البشري حتى بالنسبه للخلاص. هنا كندخلوا في ما يسمى بالتخليق حتى ديال الاداره وكتكون واحد تخليق بان تصفى التعامل خاك المتعاملين الاقتصاديين ينوعوا بان نحد لو كونتاك الاتصال ديال كامل هذه قدر يخلص عن بعد هذه يخلص الزيت هذه يخلص الجمارك يا سي سلعه الناس وريت ثاني الجمركي وريت ثاني الجمركي غصة استاذ سي الصفي يغنفتس الاسواق انقص نتفسل عن التهريب الا ما يتينين مسد السلاع هذيك الشن التهريب الا قيس ما يزرين شي اعلان غيري فاس الجمارك تنتجان ادزرين داك من الاسواق مثلا هذاك في الرقم من قبل نشكشام كاع 20 ل 35 الف طن نتلينتيت العدس نتلينتيت غصاد نشكشام 5000 طن بطريقه قانونيه بالتالي الاسواق غصاد مثلا نتلينتيت دماس القطاني تلاقيتيو بزوم باهرايه تون التهريب ما دار غير تجاز قصا ماني ديكا المشكلات ان السلعه التهريب نزلت غلا اسواق لا نتغلا اسواق نزلت سي شكل كون
يعني ردنا نبدا الاف الاطنان. لا سامحي لي، لان المواطن عادي، المواطن اديك في السوق لا تاني السلعات من برا لا تاني كلشي التهريب، لا، لان الاغلبيه كما الشنيخ شحال من يجي لا تاني مهرب وظنت السلعات توضى تهوذ الرسوم الجمركيه، يعيد لي تقول مسائل قانونيه بالصفه الثالث ديال السوق. ان الجمرك يدي راح يقلب لا تيني يمكن ثاني الروبورتاج نعرف واش الفاكتوره، يقدر هذا زديج بالفاكتوره، هذا زديج بتوريق اللي نسي خاص الديوانه، لان التف نفس السلعه ديال التهريب لا تتفق المغرب بطريق منظم، بطريق مراقب، بطريق قانوني. ثلاث سلعات هذه تدفن بطريقه قانونيه، ثلاث سلعات هذا الزنزات الديوانه الحجوزات اديت لي السلعات تصلاح البيع تزنزل التتنيس، لا تزنزل وي لا تزنزل الاداره بعد لا تنشر الجرائد الوطنيه، لا تري الخبر كلشي، لا تحضر من النقص تزايد، لا تزايد الثمن والنقص قتل الثمن، ولكن السلعه تصير تصلح لان مشهور تصلح وليت تنزنوز، اما لا تنسوس واما لا تنقال، اما تلا السلعات لا تشيش، خصوصا لا تشيش الانعاش الوطني. سقسينا استاذ يسدان غيلا غصاد الاصلاح ان الاداره الجمارك يقوت ووال فان لان يركز الجمارك لتمزين الرشوه، لغلاء الفساد، لغلاء الديمقراطيين. الاداره الجمارك خاصها يستحسس مثلا هو ولد تما فعلا التحييد التماضون يغتلا مس يركز الجمارك. اولا الجمارك يمكن الاداره ان دي التيلي مثلا المتابعه الاداريه يقصحن، راه الاداره اللي عندنا في الحاله مثال الديوانيين يوقفان اللي يتشطبان الى اخره، الا يعني لانت حالات لانت حالات لانت ولاد متابعه المحاكم والاداره دين يغرس الميثاق ان الاداره الموظف النص يسنيها خاص نحسن السلوك، نحسن الاخلاق، نحسن فهمتي دي يتصرف في اطار القانون هكذا المواطن. وريتي الاداره ان يلزم جميع الموظفين الناس يصرحوا الممتلكات الناس، اي موظف كما كان تصرح الممتلكات، يصرح الممتلكات، ولكن ممكن التنيا يكريان يضني هذه حق يصرح، ولكن لا يكون لا نتصرح لان الجهات المختصه ديال سميتو يكون لا نتصح المجالس الجهويه للحسابات، كل الجهات سميتو لا نتصرح كلا المتابعات، لان غنخ تفتيشيه مركزيه زياده على المراقبه ديال الرؤساء النسن، لان الاداره ما يمكنش تطرح الرئيسه ديالي يوسخ التعيين الرؤساء ديال الخلان لا خصيتي لي البحث هاي سميتو هاد قرر الاداره يتعين. بس قسينا قالوا سنحيخ في النقطه لان التخليق راه مهمه، لان مجهودها مقران جوت الاداره. النقطه الثانيه غنخ تفتيشيه على الصعيد المركزي. النقطه الثالثه غنخ تفتيشيه على الصعيد الجهوي، كل جهه ديس الناس ديال التفتيش. إذا ما يمكنلوش مثلا لا تتفذ رجل الجمرك لا غنختي لي ولا دي التكوين ايش الماده التخليق، الماده التخليق بان الديوانات ديال الداتف اول ماده داسنتي هو التخليق وهذا ما يمكنش، هذه من بكري وخصوصا دابا مع البرنامج الحكومي راه كاين التخليق. نصنع الصد تم زيارة المغرب ستكون يركز الجمارك مجموعه من الدول مثلا افريقيه، يعني درس الاشعاع جهوي غريقه دولي غمي يدرسنا استاذ سقسيتهم بكارو اسمقنا 2015 ديتوشكا الاداره الجمارك النقط العريضه كيسيلان ما زديشكا المخططات 2015. اولا الاستراتيجيه الاداره وخصوصا الاستراتيجيه فيما يخص رياز يكلف نفس التهريب، وهو هذا النظام المعلوماتي، النظام المعلوماتي هي الانفورماتيك يتكلف نفس جميع العمليات اما اداريه واما العمليات نفس الميدانيه.
مش تجيش العمليه في نفس الدقيقه طنجه اتيسين ودين يخدمن الكركارات جرى الحدود المغربيه الموريتانيه. النقطه السنه وهو تحديث الاليات الجمركي. الجمركي ماشي خصن تفادي ادى المهمه إن في الحاله لا تكون فعلا داخل في هذه الاستراتيجيه لان السجاد ما خصنا وديواني تفادي وجه الافا التهريب تفادي ادى المهمات في امان ولا تشخدا خاص يجي المثال الاسكانر راه غرس لك دور فعال في ميدان محاربه المخدرات في جميع نخلي المعابر سواء البور لي زيربور غنخلي سكانير. اركن سنمبر سي الصافي سي الكولونيل الصافي سيدي عبد السلام ارتكليتياني اختي ربي اركن تشكار رديتون نزر غيلا دائما نغ عزانين يعني الروبورتاج هادي مالن لا ضرار والسر ولا نغ التهريف تدمسا نتمازيرت دماما كاسيمرش التهريب غوكنس الاسواق نغ نتمازيرت الروبورتاج. دايتالي اسوير نسر ولا قصد المد غموض نتقلديت ادت مازلاين ايمنتي النس دي بردان دي مسن تسمانتن تسقلالت تزويري دا تفاتي منتي النس قد سقيوين نطمورت تسقلالي النس كواماس تدارت تملالت دا الدغ دانزرة تيفوتين ندي تجا السرول. سيدي الحاج علي لاباس بخير الله يبارك فيك لاباس الله يسلمك. وراه تضروا التجاره تضروا المواطنين شكون بالاخص المواد الغذائيه لانه المواد الغذائيه غير نتات ما الضمانات كيدير لنا وريد حتى كرا الضمانات يعني قدرت غوساتك شم تاريخ نسيزري يقدر منو تغوسي وين اختنا باريش قانا شكون ضروا صحه المواطن. إقدزان نضرب عمار كراج علال القريعة ضرب غلف الضوياض وغولنا الدون رحمت نسرول اسباب وين فارس نقود غار نوياض ضوياض نمالان اوغلوغل. انا نضطر كون كنير بعض الاحيان هذا كنت حياد سلات انا وراه تيدسون التاول وراه توكسول نسكارا شكون صافي لا كونكيرونس ورسولي كي شريك. سوق التجار سي شانا كوراي سوق التجار وحتى المواطن بالنسبه للوالي شتان المتين الاستهلاك يعني حتى المواد اللي زنان غي غو غراس يعني ورتراقب ولا والو سي الضرر الصح بنادم غير خصنا من خلال حتى الدوله خصها التحميل الافغان التحميل المواطن. فدقن تمستانت سباب سبتان اسدين تمسمونين قراتسن يتمسمون تتساولي كل تنوفا دارت ميدروغين امسل الناس اتزدين توريوين سن غوش بار نسدي نفاريسن دومنتيلي ايغا السرول. المجالات اللي تعرض لها التهريب خصوصا في السنوات الاخيره هي المجالات ديال استيراد القطني لانه هذه الظاهره جديده ما كانتش دابا التهريب كان كيعرف مواد اخرى الا انه ظهر في الثلاث سنوات الاخيره تهريب ديال القطني منهم الفاصوليا منهم البازيلا اللي هي الجلبانه وخصوصا العدس لانه دابا 80% ديال الاستيراد ولا كيدخل عن طريق التهريب. فنسن يفوت نسر والغي في فريسناد نموتي سوق دز نمود دنوفا افستي نسبابن ندت تقدن ايتم نهلا نرجعين دورين اتسولني الكاميرا وسايس دنزدي وندا غف ميتي كان يفاريس ندت سروالنا اوغار. بالنسبه للسوق تغير شويه بالنسبه للسلع المغربيه كاين تاثير بعدا بالنسبه خاصه بالنسبه للعدس كاين العدس والجلبانه دابا ولا الكونتربون كاين تاثير كبير بالنسبه للسلعه اللي كتجي من الشمال خاصه من سبته ومن ليبيا. إيجايا وتاس نسرول كله يفارس أديغية توفر سواتي نيكزن غفاتي نتفسرن غوغدز جيوي إمساغن دياغو لسبب مزوارو غوغدز نتا السرول. بالنسبه للمستهلك وداك الشيء غيمشي للحاجه السهله والبسيطه والكونطابود راه ولا موجود كيجي من جاي عادي كيجيو الكاميوات وكيجيو هذا حتى واحد ما كيحبسهم ما كاين حتى حاجه كلشي دايز كيوصلوا للدار البيضاء فيما بغيتي يوصلوا.
يوجا سرول شيغان سباب ندموتين سوسوتر نو بديدا تاس تتوري قوسوت النس دراس ما يدورو فين ممكتجان ادبدن داتاس اشكوي فارس ناتو سرول لومار القطاني وغون دا تبدون كواس داتن كلو مدن دوياد نوضا سيانو بريد اما زلاين نوسول اي تي غير ساكن كي غير تلا دارك خصاين كاوي اختي دارك روك سيماني زيتك على راسك اما يسولي تتاوين حول عرض التاويمك لا بصح ني ازدر غير كغود لي مزيان لا ازدر نغود لي مزيان غير كدني حتى نتنيرسيا ناض الكونطربون هي مخدوره التسكير كلها التسكير كلشي تيسير فيها مخدوره التسكير يزغنا في السنه هو ما يقدرني غنبكي نوسي سقسيتني ايانو مجبار ان ملايا دياوض ايو قلوقل اشكو تدراوين دخدمنت جوجبار ندا تأثرنت اوغار دنوفا تيزي انيقر دات نندغل نوموسو نسرول ضداراس ادي تسكار صوصيدن اسديد التهريب ماشي تزاد شي ولا مهول. هذه تقريبا 20 عام مثلا كنا تنتاجروا تقريبا شي 30 ماده، واليوم تقريبا تنتاجروا في 6 7 المواد. وهذه المواد علاش تنتاجروا فيها بقينا تنتاجروا فيها؟ لان تقريبا هو اكسكلوزيفمون المواد ما فيهاش الجمارك. وغير نكرم راو نوفاريس الناس دا تاجرن ام جبارن ورسني وجيه السرول غسل الخموس تمكرو تاد دا تستفاد سكت تميل جمروكي نيكزن دوياد دا يتجاه تيجن نزرو ينسى نمالان انقر السرول دو جبار ندي توغان صوصادوف. نظنوا هادو مواكب تخرج برموكات والكونفوا، سي دي كونفوا اللي تيخرجوا باش يجيبوا هاد الكميات. انا كنتكلم على ماده العدس مثلا كنا نستوردوا كما كانت الصابه البلاد بين 20 الى 30 حتى ل 35 الف طن. اليوم ما بقاش تدخل المغرب على الطريقه الرسميه اكثر من 5000 طن. هذه حقيقه وحنا راسلنا الجهات وزاره الفلاحه وزاره التجاره وزاره الماليه كل هذا عطيناهم هذه الارقام. أي نوز الناس أورودن كان تفاعل أرضغي إمنتيلن أورسينتن إسبابن سكت صغيضنين البرز خثار نوكدز أورياغو الغرس تنفوت نسرول نايغون أسمي قل نبراز نيقيمان. بطبيعة الحال هذا كيهدوك بصفة خطيرة ولحد الآن مازال ما جاناش رد ديال الجهات المسؤوله او ياخذوا واحد الاجراء. كنا درنا اجتماعات مع اداره الجمارك في شهر 4 شهر 5 شهر 6 قلنا لهم سيادنا راه هادشي ولا خطير، لكن بقى هادشي هكا راه غادي نسدو. ورقمي دات نسبة بنكشيغان تمناضين تيم غرابيين غسل السالين إزت نسن دات نيما سايد دات نولوي نسوير نسرول إزيلن دوغزوم خثار نموسوت نسن انت سببت إدرا دي جاين اوغزوم نيافوت نقد زدينت غوسان ديدان سيساورن تدراوين تنافراسين. اللي كنطلبوا به هو الإجراء، هو القضاء على التهريب، أو إلى ما قدروش يقضوا على التهريب فخفض الرسوم الجمركية شيئا ما، ماشي كليا، شيئا ما، بحيث التهريب ما يبقاش مربح لهاد المهربين. مرحبا تسرتون تيكليت تياضنين ارنس براك امبكي ويسين نتقراوتا دا قمتنا الاستاذ الحسين اويوسف سمغور قسم تقييم السياسات القطاعيه زغ مديريه الدراسات والتوقعات الماليه تبعا يتماوس انت دمسا تيزرف وزاره الاقتصاد والماليه. سيدي الحسين برك دارنا مرحبا. نزر ديك السي الحسين ريبورتاج ديمبالان الاسويه الوضعيه التهريب غماس الاسواق نتمازيرت غصاد المغرب يوقع مجموعه من الاتفاقيات التبادل الحر استعاده كشمت غصاد غد الديوانه الاسواق التونس كله تنبدا نحك الشمل اتفاقيات ثنائيه نقر امريكان نقر اوروبا نقر تركيا تميزاليضني نفس الوقت تهريب الكم دارنا يوسوي بهرايه تون مستويات مرتفعه مين ديكا الديمقراطيستاد. اولا انا كنت نشكر الاستضافه. قبل زمان نكشم الموضوع الاتفاقيه التبادل الحر شكو تبادل الاتفاقيات هذه كانت نوع من الجواب ديال المغرب انفتاح الناس انفتاح الاقتصاد اللي يوقعان مجموعه من هذه الاتفاقيات اللي هي غتحل مجموعه من المشاكل
بالنسبه لتمازيغ، بالنسبه للمغرب، خاصه في اللي تهمون المساله ديال التهريب هذا. حنا ننظر مثلا المساله ديال التهريب ربما تزريع بزاف د المراحل في التاريخ المغرب. ربما باش نلخص المسلت، نوعيه التهريب تبدل، شتو تيكيزون غادي يزرين، نوعيه السلاح تبدل، الاشكال اللي سكارنا او اللي استخدام ويل المهربين هذا حتى تنبدلن، شكون تطورت الاليات، تطورت الوسائل اللي استعمال. ولكن راه هذا كاين ناحيه المسلت بعدا التهريب يا العنصر يكشمن ما يسمى الاقتصاد غير المهيكل، هذا مسا اللي يورين الضمن ثاني يتشجع التهريب هذا. فكريقة الاقتصادي كنا قلت تمازيغ تيمزار كلتن دارسنت الظاهره هذه على حساب النوعيه التقدم ديال تمازيغ شكون كله تسوي. ولكن راه كذا دوح باش هذا كاين لا نكره العوامل اللي راه كاين زعما من لازم قيسي لي التهريب هو الوضع الجغرافي ديال المغرب. تسنى المغرب من كيلقى حدود الناس الشمال كله كيزرين ميزاريه دنيا نيران في غرس بعدا يعني العامل يا غرس سنات الا هي العامل الموضوعي اللي هو وجدت جوج ديال سنات المدينه تسبتهم ليليا اللي السليبتين اللي كانت المصدر شكون لا نحل الحدود لا نحسم الباب زون حاجه ديال كرسلي في خرسه منك. ولكن استاذ يا اخي سمعت فعلا الموقع الجغرافي غادي يتشكل مشكل اللي درنا التميزه راه كانت التهريب راه السبيط نتا السلي يعني سنت بغض النظر كانت الاستهلاك يتسادر نغدوه. ولكن نكوني كدوله ما نسكر ما يمس نسكر هيا نسكر الاتفاقيه التبادل الحر يسفكر خير التيفوت نس نغدوه في نسكر اجراءات يظني انحيد التهريبات يعني التهريب فعلا الا. ولكن رجعوك لاسباب نس ولكن باش تنحارب يسن لكم السياسات اللي درنا يسقسنا دوك نسكر السياسات نصدر نحدوه نتسنوا حتى نغدوه. غير الاثار اللي نسموقوا الغياد من التهريب بحال الاقتصاد الوطني راه يجعل الدوله تفكر مليون مره باش تسبد تموكريستات او تماضون هذا من التهريب. لان كانت الدراسات على كتينين الملايين من الدراهم كرقم معاملات اللي زراين عن طريق التهريبات وراح فلاس نتخلص الدوله لا رسوم جمركيه لا ضرائب لا والو لا يضيعان تضيع خزينه الدوله ايات يعني ها الاثار المالي يضيع الاقتصاد منه وقنص يعني مقاولات الشركات خاصه الناشئه اللي مزينين اللي لا البحر راه بدون النشاط ننسن اثرت المالي الاقتصادي ونقولوا حتى على مساله الصحه صحه المواطنين تاثير الناس من كيلقى تسمو كان نوع السلع اللي ديك الشملين تسنم النوع الوسائل ديال التدليس اللي سكرن بعض المهربين حول بعض السلع اللي تبدل مثلا التاريخ الى اخره ربما زون الامور تسول الفلاس. اذا الخطوريات الاثارات انت تسيج الدوله تسكر الا الحلول الا فعلا لا الا الاثار الصحيه في فساد مغربي. ولكن غصد السي سيغي سامحت سي ويوسف السي الحسين نسكلوا بان القدره الشرائيه غصد المواطن تضر قدره ورصدار يسا يدرسك ما حيتفكر يصح نص هذا ستينيسي المنتوجات هذا سيتي لي يا فارس نيه الشركه ريسكار كان شو سمسنا الفرماج 16 القطعه الفرماج 16 قطعه ريت تفاوين التهريب قيس 24 قطعه 36 قطعه نفس الثمن ما يسريفتو انت جاك الصح نص راه كيتيني غواد المنتوجات يتسغل اسواق قرين زاق الاسواق اكيد الدوله سكل الاجراءات تقلب للمنتوجات اللي سيقا صحيح الاستهلاك نقدوه غنكوري تورينو وفي غد المنتوجات خصو قرين زاق الثمنات راه تسغ جيب بينو يقداديس. هو بالفعل اشكون الثانيه اللي ما تحدون الاختيار ما يقال العامل الاختيار يقال السعر كاين كل اي مواطن المستهلك ناس يتيني اين خصن كل ما هو رخيص مطلوب الا فلاس الاقبال. ولكن ادور نتو
بانه ورد السعر كيسي خصها يقل العميل. للاسف اتي ردناش كحل حلول اشكون حتى التحسيس حتى المواطنه كرا كل المسائل المجتمع المدني سميتو غيد اللي تخدم حمايه المستهلك جمعيه حمايه المستهلك كله غيد لا دار سنين الدور باش الفكريات دار المواطن المغربي تبدل. لكن تفكيتي المثال الفرماج شويه العدد سميتو القطاع اللي كيسيلنا هي المحدد 16 ماشي هي 8 بارخص ثمن. انا متفق معك ولكن استزرت من كان لا كاليتي يعني الجوده النوعات عرفتي وصل المهربين او حتى واللي تيلينين كما تنقولوا حت غردين النسن واللي تاوين سلعت سميتو دوي اللي تصنعنين راه داك صنعني السلعت بنفس المواصفات استزرت التيني زعما انت تيكندوريين مش كنت تحل القيمه نس واحد الجوده نس مختلفه غير انا معك. لذلك المساله بزاف الشوكولات الحوايج الى اخره ماشي ولكن اريتني المثال عرب في الخصوص خلينا السوق ارتينا ديجا ترخيصين تنعيلين ولكن السي يوسف غير سامحت قبل انني المواطنه خصها دار كثير المواطنه ربما خصنا نسولف في الشركات هذه اللي تنتجنين المواد الاستهلاك حتى انت درت دوارتي المواطنه السرخ تغمس السلايع هاد اللوح تغمس الثمن سنت هو اللي يشكشى من السلعه عندنا برا اي خسر الوقت اللي دار مهرب كي تخسر الفلوس غمس غير هذه التاوي اكيد ولا سودات الصق حتى يان هو اللي ما كنكادف حنا كيسيع انت ما زيرتينو دار ثمن سيكا داديتي فتح الصاغ انت ما زيرتي ضني ورصح ماني ديتك ورصح حسنا متنز ورصح ما كيسيلان ورصح ياكل جسمه ود اصلا ويمكن تنسهلك حنكي خصها شركات مواطنه او استاذ يوسف الدوله ما تسكرح ماني دار عرفتي راك نقول المسلس غير الشركه حوا قلت انت ما زيرت باش تسرخص سلعه الناس تستاكوي يعني باش تستاكوي التكلفه الناس يخصها تستعاون الدوله من كان تلان مجموعه من الاجراءات راك ندوي واحد مثلا كاين الاجراءات اللي هي مثلا النوع اللي هي الجبائيه النوع من الضرائب نكني غيلاد باش الشركه الوطنيه تزنز سيان الثمن ارخصن يخصها حتى تنتج الثمن ارخصن وفي التكلفه الانتاج تلاقيس زون الرسومات اللي تخلص مثلا الضرائب كنظن بان المجهود اللي دار مثلا بالنسبه للمقاولات مزينين غير القانون المالي اسكواس اللي زرين مثلا باش الشركه تقدر دير سيليه شركه القطاع اللي منظم باش هذا تفكيه السلعات بالثمن يرخصن التكلفه يرخصن وتكون تنافسيه باش تواجه ديك السلعه اللي كتجينا من برا. حنا مشينا حتى ان مثلا على مستوى الضريبه مثلا على الشركات كل شركه مثلا اللي كتكون عندها واحد رقم معاملات قل من 300,000 درهم كتطبق عليها ضريبه على الشركات في حدود 15%. علاش؟ نتشجع الشركات الوطنيه باش انت تيليح السوق تنتج تفك سلعه الناس نخف التكلفه الناس. ممكن من الاجراءات ان حتى الاعفاء ديال السقف مثلا باش تخلص مثلا الضريبه على الدخل الاعفاء يدا من 12,000 درهم يخرج 30,000 درهم حاليا يعني كيسكن كل شركه اللي يسكن 30,000 درهم كرقم معاملات مثلا وراح تخلص انت هذا راس نقص التكاليف. الاجراءات كلها راه تتعاون باش التكلفه تنخفض. الطيفيه مثلا الضريبه على القدم باش كاين مجموعه من الحلول الاصلاحات اللي تنيت استسمنا في كاين باهره ولكن مثلا بداين غير البلايص يضني اللي غلان المهربين نسن بان توقت المهربين وضع الاجتماعي كاكيس مشكل ويمكن نزرا الروبورتاج كريان ايفتو اي سكاله التهريب سلي هو نسمس انت يمكن تكتب بحيره سكاله التهريب اكيد الا غير فقره لا غير البطاله لا ندخل مجموعه من اللي موراثيضني راه تعرض كيمسير خطر تعرض كيمسير الحبس تعرض كيمسير يتوك انتم مكرسين يتفتروا ويتفتوجا المناطق هذه اللي هذه تشكل غوي المهربين هذه اكيد الا كيسنت الفقر اكيد الا كيسنت الهشاشه الاجتماعيه الدوله غصاده خصوصا غمس المناطق الشماليه ولا الشماليه الشرقيه ما داسن تسكر باش تل غمس الوتيق انتو درت نسن تسبوغلو تيميزار هذا غلان السؤال رساله التهريب. السؤال هذا منك زعما مهم
اشكو حتى غير هذا التوجه غير المغرب هي التنميه ديال الجهات. الشمال المنطقه الشماليه سلميتل السن هي الثوره التنمويه في السنوات الاخيره. السن كله ما يتوقع غير الشمال، طنجيماد، بناء الناظور، يعني واحد المجموعه من المشاريع الكبرى المهيكله اللي الدوله تصرف فلوس باش تحدوا الهيمنه الاقتصاد الاسباني او الاقتصاد ديال سبته ومليليه. هذه التنميه اللي غاديه فيها يعني من سنه لسنه وهذا التطور اللي تتعرفوا هذه المنطقه يستحيل انه النظام الاقتصادي اللي سولي لا الحسبه مليليه رسول يخدم. حتى راه كاين ناحيه المسلس غادي زرين كتنا من الزرع سلعه نسبته ومليليه يعني سينا سديت غير دار نتفات 10 د الماركات حنا في سيال المنتوج دارك الاختيار. راه تدوز غير مثلا المساحات الكبرى السوبر مارشي مثلا تلقى استفاد السلع اللي دوك شمنيس القانون اللي خلصني من الضرائب وباسعار اللي هي منافسه. ما بقيناش في ديك الحاله اللي كنا كنلقاو باستا فرماج مرتديلا وهذا كله ديال اسبانيا بواحد الزواق بواحد الشكل في السوق وكاينه الهيمنه. الاشكال اللي لان تنويع سامحي راه كاين مثلا باش ما ناخذوش الامثال ولا شركات معينه، ولكن راه كاينه المواطن المغربي المستهلك غير الا دارس الولوج للسلع متنوعه وباختيارات وباسعار مختلفه. الاشكال غير النقطه نختار لاشكو ونجمع في مثلا التنميه المناطق ان الدرا بان فعلا دورتك مجموعه من المشاريع هذه تموكريسنس فعلا كزن سي احتياجات اللي دار متنان ندمج نغمس المشاريع ارسكان كمشروع ضخم متنان منطقه ممكن يستافد المغرب ككل، ولكن هذا كاين هي المثال كي تسامحت مدنا الدران والسند مثلا كذا الزياده غمس الاسعار المحروقات اي توجد لنا وحنا كنا نسيدوا راه كاين زياده زايد ولا درت زايد تاع علاش ينشط بها دارت التهريب ليسانس ديك كان الجزائر ممكن انني المجتمع يظني ورك تاثر الاسعار هو اصلا ديال التويغ مثلا تسكيوني يظني بالتالي هو خارج اطار التنميه غلان غدمان لا. مساله الجهات راه داك ناحيه المساله مثلا الشرقيه تسولت مثلا في فتح نقيسيه مجموعه المساحات الكبرى اللي ناقصن اللجوء للتهريب. تساولت في المازوت ديال ليسانس اللي ديك المساحه الجزائر خصها كان هي المسلسل واحد يتاون باش الزكيز نسطول اغلبيه دول التاوين مازوت الجزائر تستعمل القطاع الفلاحي في المنطقه باش يستفن برخص الثمن وهو كيخليهم ان يكونوا متنافسين في المنتوج الفلاحي. هذا راه نقطه ربما ايجابيه لهذوك الناس اللي ساكنين تما. سنمر سدي الحسين ارتكليت يضني ما حد الدوله ورتات ازور والسروله غيز دار تحارب الفساد ما حد درتا توفر الخدايمه يعري من التمغارين يعيش غد التهريب ما حد الا نتسول دان غا تموكريسين المعيشه دواتي كنتو درت ورسار ران بين يغبولا التهريب غت مازيرتنغ سيس منون ايمانين غا عزانين ارتشكر غا إمبقيون ديغي حاضرن غتقراوتا نغصاد ارتشكر غا الاستاذ كولونيل ماجور الصافي مولاي عبد السلام زغا المديريه الديوانه مديريه الجمارك والضرائب غير المباشره دارت تشكر غا قومتنا غا الحسين يوسف زغا تماوست انت دمسا تزرافت وزاره الاقتصاد والماليه. اما كني منين غا عزانين نرجعوا لهنا ند الخير هذه السلام زغا فريق البرنامج راهو نتي الله يهنيكنا ارتكلي التغنيغ وغا واسنونا تدمسا ما زيرتينو